حبايب قلب ورد الورد عليكم. منذ الليله البيضاء اللي فاز فيها نادي الزمالك على نادي بيراميدز واخواتنا اللي هم جمهور المنافس، ولا على حامي ولا على بارد، واتقسموا يا اخويا لنصين. النص الاولاني يا اخويا بيعاتبنا على الفرحه اللي احنا فيها وبيقول لك انتوا جمهور مبالغ في فرحته، وانا احب اقول للنص ده يا صاحبي هي دي فرحه الزملكاويه، الفرحه اللي انت لو خدت كاس العالم للانديه مش هتعرف تفرح نصها، وده يا قلب اخوك سبب عشقنا لهذا النادي. وهفكرك بالكلمه اللي انت قلتها لي زمان، لا عمرك هتفرح فرحتي ولا عمري هتقهر قهرتك اللي انت فيها دلوقتي. وبعدين يا صديقي هو انت لسه شفت فرحه يا ريس؟ ده احنا لسه هنخربها باذن واحد احد كده. يوم حسم الدوري هنطلع نحتفل كلنا على البحر بالحزمه، وان شاء الله ليله نهائي الكونفدراليه جايبين رضا البحراوي. يبقى تعالى انت والعيال. اما بقى عن النص التاني يا اخويا شاغل نفسه بحاجه تانيه خالص، شاغل نفسه بقى يا سيدي بهدف نادي الزمالك اللي سجله اخوان بزيره في نادي بيراميدز، ومن ساعتها يا اخويا برضه ولا على حامي ولا على بارد، وعمال يرسم خطوط بالاي اي وخطوط هندسيه ويعمل شيتات اكسل وصفحات وورد، كل ده عشان يثبت ان الهدف غير صحيح. جدير بالذكر ان نادي بيراميدز نفسه ما اعترضش، ولكن اخواتنا بقى حاطين الموضوع في دماغهم ومصرين ان الهدف اوفسايد، لدرجه ان الصور اللي عاملينها بالاي اي ملبسين فيها شيكو بنزا رقم 11. طب بص يا صديقي انا هكلمك في اللي يخصك الاول. مبدئيا اللي زيك وفي موقفك حاليا المفروض ما يفكرش في حاجات زي دي، المفروض يفكر في حاجات تانية خالص. يعني مثلا المفروض يفكر في اللي جاي ليه هيعمل فيه ايه عشان ما يلعبش كونفدراليه ويلعب دوري ابطال. ودي ليها حاجه من اتنين، يا اما تركز في نفسك وفي لعبك وتشتغل ان فرقتك تكسب المطوشه اللي جايه عشان تصعد دوري ابطال، يا اما تشوف حد في اتحاد الكوره يكوسها لك زي ما كوسها لك قبل كده وطلعت تالت ولعبت دوري ابطال وخدته كمان. بس انا هطلب منك ازاي كمشجع انك تركز في فرقتك اذا كان الاعلاميين بتوع قناه ناديك نفسهم شاغلين بالهم بيا، اذا كان برطمان ولا المنيسي ولا غيره ولا غيره. ايوه هي دي نفس الناس اللي كانت بتقول لنا زمان بص في ورقتك، بس تقريبا دلوقتي ورقتهم الخط فيها مش واضح فبيبصوا في ورقتنا احنا. المشكله ان الحاجات اللي انتوا بتتكلموا فيها سواء المطالبه بركله جزاء او احتساب الهدف اوفسايد ده بيبين ان انت راجل ابيض كوره وما بتفهمش. بس انتوا دلوقتي ما بقاش عندكم مشكله ان حد يقول عليكم انكم ابيض كوره او ما بتفهموش في سبيل ان انت تلاقي حجج تهدي بيها الشطه اللي في لا مؤاخذه بقك. بس صدقني والله وخدها مني كلمه، انا سعيد جدا باللي بيحصل حاليا، لان اللي حصل في اخر 4-5 سنين او بالاخص في حقبه الكابتن بيبو هدم المعبد على دماغ اصحابه. يعني مثلا كل الكلام اللي انت كنت بتقوله لي زمان انت اللي بتعمله دلوقتي، زي ما كنت بتقول لي كده زمان بص في ورقتك وانت مش عارف تبص فيها، زي ما كنت بتقول لي زمان كده الفرق بيننا وبينكم ان احنا نادي مبادئ انتوا ما عندكمش مبادئ. وطبعا سقف معبد المبادئ ده اتهدم من زمان قوي على ايد الفارس امام عاشور. انت زمان كنت بتعاتبني لما كان بيبقى عندي لعيب مثلا عصبي او هنقوله قليل الادب، ولكن النهارده انت بتروح تجيب قليل الادب بعينه عشان تحطه في فرقتك، ويا ريته قل ادبه على حد غريب، ده قل ادبه عليك انت وناديك وجمهورك. برضه زي زمان كده لما كنا بنغير مدربين كتير في نادي الزمالك، طبعا ايام الله لا يعودها، كنت على طول كده تسمعني كلمه ايوه هي دي، انتوا بتتعاملوا بالقطعه، النادي الاهلي ما بيتعاملش بالقطعه. طب على الاقل يا صديقي انا زمان كنت بغير مدربين لاني ما باخدش بطولات وده حقي، انت النهارده بقى بتغير المدربين اللي بتجيب لك بطولات لاسباب لا يعلمها الا الله، لدرجه يا صديقي انك من كتر تغيير المدربين النهارده بتدفع رواتب 3 مدربين في وقت واحد. وكل الاشياء اللي كنت بتقول لي عليها لا تحدث في النادي الاهلي حدثت وبالفعل وبالاثبات وبالبرهان. فصدقني كل اللي بيحصل ده انا مبسوط بيه وبدعي ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. اما بقى بالنسبه لجمهور الزمالك العظيم فاحب اقول لكم اوعى تنسى الفولو واللايك والشير والكومنت الجميل بتاعك والفولو للبيج الجديده قبل البيج القديمه ما تتقفل، واشوف وشكم على خيرة الله. احلى اخوات واحلى متابعين.